السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محدش يتخض من المنظر، والله أنا كنت عاملاها جميلة. شوفوا التاريخ ده وهنتكلم عليه بعدين. يلا قولوا لي كل سنة وانت طيبة، قبلها بيوم أو بعدها بيوم. آه، المهم مش يوميها يعني. هحتفل بعيد ميلادي معاكم لأنكم انتم أجمل وأحلى إخوات في الدنيا كلها. طبعا أنا كنت عايزة أعمل التريليتشي أو القشطوطة. أنا شفت الشيف عزة بتعملها وعملتها بطريقة سهلة جدا، وكمان كانت في المصيف، فقلت الملوكة يلا إيه اعمليها. هي البنت ما قصرتش، والله ما قصرت، بس أنا اللي جيت بوظتها في الآخر. الحظ عارف أصحابه. احنا جبنا، أقول لكم بقى المقادير بتاع الكيكة العادية خالص، طلعت زي الفل. يعني هي البنت ما قصرت، والله ما قصرت. كوباية سكر صغيرة هي زي ما انتم شايفين، 3 بيضات، فانيليا، وماشيين زي الفل. هتوريكم بقى ايه الفانيليا هي. نص كوباية زيت، ما بتكترش، نص كوباية زيت، كوبايتين 2.5 دقيق. طبعا الشيف عزة كانت ماشية بمقادير 4 بيضات، وكانت عاملاها زي الفل، وانا عملتها والله. بس اهم حاجة يا جماعة البرزنتيشن النهائي. البرزنتيشن النهائي ده هو اللي بإيه بيحدد الشكل. أدا البيض وأدا السكر، وأدا الفانيليا. نجيب بقى المضرب ونحط بقى ونضرب بقى المكونات بتاعتنا ديت، وهتطلع الكيكة زي ما انتوا شفتوا كده في أول الفيديو. طبعا أنا ما حطيتش النهائي، هحطها لكم في الآخر. يعني هتشوفوا الجمال في الآخر. مش عيب يا جماعة إن احنا نعترف بغلطنا، المهم إن احنا نتعلم. وأنا أوعدكم إن أنا هعملها تاني، وهتنيني وراها لحد ما البرزنتيشن النهائي يطلع زي بتاعت الشيف عزة. يا ريت يا شيف عزة في يوم من الأيام لو شفت الفيديو بتاعي ده تقولي لي الغلط فين. يعني هل الغلط في الكريم شانتيه أنا تقلته، أو الصوص؟ وكل حاجة طالعة زي الفل. أنا حبيت يا جماعة أحتفل بعيد ميلادي قبلها بيوم، لأن طبعا إحنا ما عندناش إلا عيدين اتنين، العيد الصغير والعيد الكبير، عيد الفطر وعيد الأضحى. بس إحنا اليوم اللي اتولدنا فيه، بما إن اليوم مميز، 25/5/2025، تبقى ذكرى جميلة معاكم، مع أجمل وأحلى أخوات في الدنيا كلها، وبالذات المجموعة هنا. يعني انتم مش عارفين غلاوتي. أسيب إن عشت ربنا يبارك في عمري يا رب، أبقى معاكم السنة الجاية، ونبقى دايما سوا مع بعض يا رب يا رب يا رب. هنا ملكوا حطت الزيت مع الفانيليا بعد ما ضربت البيض والسكر والفانيليا مع بعض، وبعدين حطت الزيت وحطت البيكنج باودر، هي بتحب تنخل تحط الدقيق عشان اقول لكم المكونات، وما نلهيش عن عن المكونات، وبعدين نتكلم في الاخر. ادي الدقيق اهون، وطلعت الكيك زي الفل على درجة حرارة 180. خدت الصينية بطنتها بحتة زبدة، بطنتها بالدقيق، وكانت الكيك هنا بقى كوباية لبن بتغلي عشان تفك التكتلات الجميلة اللي فيها دي، هتبقى زي الفل. الغلط برضو فين أنا معرفش، انتوا اللي هتقولوا في الآخر. ومحدش ينسى يقول لي كل سنة وانت طيبة يا شيري. وكام سنة أقول لكم بمناسبة 25/5/2025، نقول 25 سنة في سن ابني. مش بالعمر يا جماعة، مش بالعمر، ما تدوروش كام سنة، ما تدوروش ورايا كام سنة. قولوا لي بما إني معاكم، قولوا لي هتدوني كام سنة بصوتي وكلامي ومعاملتي معاكم. آه، شايفين الكيك ولا غلطة، والله الكيك ولا غلطة. مش عيب بقى زي ما أنا قُلت لكم إن إحنا نعترف بغلط. أنا بقى الكريم شانتيه، كوباية كريم شانتيه، كوباية مَيّة، وشوف حَط معلقة سُكّر واحدة، مع إن ده كريم شانتيه خام، وضربته وكان تقيل وزي الفل، ما شاء الله. لحد دلوقتي الأمور تمام أهو، الأمور تمام، كيكة عادية والكريم شانتيه، وهنعمل بقى صوص الكراميل خطير، والله يا بنات خطير. هنحط السُكّر يتكرمل وهيبقى زي الفل أهو. هنا الغلط بقى
الشيف عزة إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله شوفي الفيديو بتاعي. هنا بقى جِبت كوبايتين 2 لبن وحطيت عليهم معلقة سكر واحدة وسقيت الكيك، يعني وسِبتها لمّا بردت وحطيت الكريم شانتيه عليها وسِبته كمان بِرِد. هل الكريم شانتيه كان تقيل؟ طَب الصوص كان تقيل؟ لو سمحتم في التعليقات اكتبوا لي بعد ما تشوفوا الpresentation النهائي قولوا لي الغلط فين. أنا فردت البتاع وحطيتها في التلاجة وعملت كل حاجة صح، م كل حاجة. هنا أهو شايفين صوص الكراميل، هنا حطيت السكر وبعدين حطيت حتة زبدة، كوباية لبن، وحطيت عليهم معلقة نشا واحدة، وطلع صوص الكراميل زي. هنا بقى إيه الpresentation النهائي، ما تتصدموش. إزاي طلعت كده؟ الله أعلم. هتقولي لي كل سنة وأنتِ طيبة، مع السلامة.